معايا نركب 7 طيارات في اقل من اسبوع. عايزه اقول لكم ان دي هتكون اطول رحله حرفيا انا عملتها في حياتي، حتى اطول من الرحلات اللي عملتها وانا مضيف الطيران. واحنا دلوقتي في DXB مطار دبي الدولي. النهارده يوم 26 رايحه مصر علشان عندي تور في المتحف المصري الكبير، رايحه مع تيك توك لايف. خليكم معايا. عايزه اقول لكم يا جماعه ان المطارات دلوقتي بقت ازحم من المولات، فخلاص موضوع انك تيجي قبل الفلايت بتاعتك بساعتين 3 خليهم 4 5. اسمعوا كلامي. وصلنا على مكاني المفضل في اي مطار، الديوتي فري. وجماعه خلينا متفقين ان اهم حاجه في المطارات هو الديوتي فري والشوكولاته، ودي اول حاجه اشتريتها من اول مطار، طبعا الشوكولاته. وصلنا عند الجيتس، يبقى نشوف اقرب مكان اشرب منه الكوفي عشان افوق. زي ما انتم شايفين انا مش فايقه خالص. عايزه اقول لكم ان اجمل حاجه حصلت في تيرمينال 3 هي الجيتس الالكترونيه دي، بصراحه سهلت الدنيا جدا. انا لسه مكتشفه البتاع ده في الشنطه وانا ملبوخه جدا بكوبايه القهوه. واهلا بيكم في ممر السعاده. وطبعا اهم حاجه هو الكرسي اللي جنب الشباك. بس تعالوا مع بعض نجهز سريعا كده عشان اول ما نوصل مصر يكون شكلنا كويس. وبعد رحله 3 ساعات ونص وصلنا على ام الدنيا. طيب هم قالوا لي في حد هيبقى معايا يافطه مكتوب عليها استاذه ساره، فينك من بدري؟ ولقيت اسمي اهو يا جماعه، وعديت الجوازات، خدت شنطي وعربيتي وصلت، ووصلنا الاوتيل. ويلكم تو ايجيبت. بصراحه يا جماعه الفيو فوق في اللاونج اتبسطت بيه جدا، شفت فيه مصر كلها تقريبا من فوق، وكمان فيو اوضتي كان تحفه على برج القاهرة والنيل ودار الأوبرا. وتاني يوم صحيت بدري جدا وصحيت أختي هدهد معايا، وخدنا البريكفاست على الفيو التحفة ده على النيل، وجهزت بسرعة جدا ويلا بينا نروح على المتحف المصري الكبير. بصراحة دي من أكتر الحاجات اللي بفتخر بيها في 2025، يوم كامل اكسكلوسيف من المتحف المصري الكبير لصناع المحتوى على تيك توك. والأوقات الحلوة طبعا بتخلص بسرعة، يلا بينا نستمتع one last time بالفيو الحلو ده. ويلا بينا على تاني رحله وتاني طياره من مطار القاهره لدبي. عايزه اقول لكم ان الانرجي لسه يعني شويه موجوده، مش عارفه هتوصل لايه على اخر اليوم، وخصوصا ان انا عندي النهارده، مش النهارده قوي يعني، بكره الفجر طيارتين كمان، واحده للنرويج اوشلو، وبعد كده هنروح على تروندهايم. فربنا يستر، حاسه ان هنام يومين. وعايزه اقول لكم على حاجه حلوه جدا، دلوقتي بقى في فاست تراك في مطار القاهره، تدفع $15 بتسكيب كل اللاينز. الموضوع بقى سهل جدا بجد، لازم تجربوه. عارفين انا اول مره البس فستان وانا مسافره، وعارفين ليه؟ عشان كويته، بصراحه كويته في الاوتيل، فاستخسرت ان انا اطبقه، فقلت ايه المشكله خلينا نلبسه. وبما اننا في مطار يبقى لازم اعدي على الديوتي فري اشتري منه حاجه. جماعه بصراحه مش عارفه اقول لكم ايه، بس انا مش عارفه هفضل لغايه امتى بيضحكوا عليا في الديوتي فري. بصراحه هم بيبهروني، مش عارفه اقول بيبهروني، خلاص انا بنام بالبوكسز والحاجات اللي بتبقى اكسكلوسيف للسفر او للبلد او للمطارات، يعني دي عليها فراعنه، وانا كنت جايه عشان المتحف المصري كان لازم اشتريها بصراحه. كمان اخويا عايز بسبوسه فهاخدها له معايا. وصلت دبي الحمد لله، بس كنت بصراحه مرهقه جدا، وكنت محظوظه لاني اول ما خرجت لقيت التاكسي ده قدام باب الطياره، خدني من قدام باب الطياره ووصلني لغايه الجوازات. كنت بكلمكم عن الانرجي صح؟ ما بقاش فيه. مش عارفه ازاي لسه هعمل رحلتين كمان. وتعالوا معايا اخد شنطتي واخرج اقابل صبروشي واستعد لرحلتي الجايه. انت متاخر على مراتك. اخدت الهدوم من صبروشي وغيرت في المطار ويلا بينا. واهلا بيكم في الرحله الثالثه وطياره ثالثه اللي هتكون من مطار دبي للنرويج اوسلو. انا قابلت صبري، غيرت هدومي، ويا دوب هسافر بس بالشنطه دي، بحاول اعمل نفسي مش لسه جايه من القاهره، مش لسه جايه من مشوار، وان انا عندي طاقه، بس خلينا اشوف هفضل مكمله لامتى. يلا بينا. والنهارده 29 اكتوبر وانا وصلت يوم 28 اكتوبر امبارح، اللي هو من 7 دقايق ده، فيا دوب دلوقتي الساعه بقت 12. دلوقتي بتكلم على رحله القاهره انها امبارح، واحنا دلوقتي في اليوم الجديد اللي التشيك ان بتاع الطياره جايه كمان 5 ساعات. انا مش معايا شنطه فمش هحتاج ان انا اعمل تشيك ان اصلا في الكيوسك ده بتاع التشيك ان، فبس هدخل بالبوردنج باس اللي موجود على الابلكيشن. اموري طيبه. عايز اقول لكم ان انا اول مره في حياتي في مسيرتي الطيرانيه اجي للمطار قبلها بالوقت ده كله. انا على طول يا دوب على الطياره باجي قبلها بساعه، فعمري ما فكرت ان انا اروح اشوف اي لاونج او ان اصلا يكون عندي الميزه بتاعه اللاونج. فانا معايا كريدت كارد كده، فهروح اشوف حظي فيه، هعرف اشوف اي لاونج اقعد فيه شويه في هدوء انام، ولا هترمى في المطارات. خليكم معايا. الدنيا بصراحه كانت زحمه قوي، بس قلت يلا اجرب حظي في اللاونج. طيب يا جماعه انا دخلت اللاونج، اول مره في حياتي افكر ان انا ادخل لاونج، لان اول مره في حياتي يكون عندي وقت قبل الرحله. فموضوع الماستر كارد ده حلو جدا في اللاونجز. عايزه اقول لكم ان المكان هنا unlimited food unlimited drinks وفي كل حاجه، وهوريكم كمان المكان اللي انا قاعده فيه حاجات زي سبوتس كده برايفت، وفي اماكن تانية فيها زي كاوتشز. وده كده شكل المكان اللي انا قاعده جواه، زي ما انتم شايفين انا يا دوب حاطه
شنطتي والجاكيت بتاعي، وفي زي مخده صغيره، فده جزء من الاماكن اللي هي البرايفت دي. تعالوا معايا بقى نروح ناكل عشان هموت من يا الجوع. جماعه بجد حاسه اني قاعده في هوستل يعني. عاملين تشيكن مع كاروتس، جبت شويه رز. الدنيا بدأت تفضى شوية فنقلت المكان آخر وخدت كرسي تاني ليا ولرجلي وبتفرج على المسافرين. نايس. هنام بقى. منكوشة وحالتي حالة، وده الفاينل كول. اصلا ما كنتش واخده بالي ان ده الفاينل كول، خلاص مش شايفه. تخيلوا معايا كده اكون في المطار والطياره تفوتني، والحمد لله ركبت الاي 350 وكنت مبسوطه جدا بيها الصراحه. ويلا بينا لتاني مره نقول لدبي باي باي، وخدت صورتي اللي لازم كل مره اكون على اميريتس اخدها منهم. والحمد لله وصلنا الى سماء النرويج بسلام، ووصلنا المطار اوسلو بعد رحله 7 ساعات. انا قعدت حطيت حاجتي وكلت حاجه بسيطه وقاعده مستنيه الفلايت اللي بعدها، ويلا بينا سوا ناخد الرحله والطياره رقم 4 من اوسلو لتروندهايم. عايزه اقول لكم حاجه من ارخم الحاجات اللي في المطار هنا، وكمان كانت في مطار يو كي، لازم اي حاجه فيها ليكويد تحط في اكياس بلاستيك اللي هي الزيب باك دي اللي تتقفل. ليه معرفش. فانا رحت اجيبهم علشان وانا قاعده اعملها علشان ما بقاش بجري وانا على السكيورتي، وادخل كده رايقه احط حاجتي عشان انا خلاص ام ريدي تو سليب يعني فور وان داي. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ اي حاجه في الشنطه فيها ليكويد، يعني حتى الماسكارا لازم يتحط في الكيس. وفي حاجات بقى ممكن ما تاخدش بالك منها، يعني ممكن الكونسيلر بالنسبه للناس ما تعتبروش ليكويد، بس لا لازم يتحط فيه. واي حاجه تحس ان فيها ليكويد حطها في الكيس، يعني مش لازم تفكر كتير، حطها على طول في الكيس علشان ما تقفش كتير في الطابور والشنطه بتاعتك تخرج وتدخل على الجهاز كذا مره. انا عايزه اقول لكم ان انا كده خلاص مش هقدر اسجل اي فيديو تاني النهارده نظرا لحالتي الصحيه، وان شاء الله اقابلكم كمان يوم ونص علشان نطلع سوا على الرحله رقم 5 اللي هتكون من تروندهايم لاوسلو. ولا هروح فين؟ لا، من تروندهايم هروح لكوبنهاجن، بعد كده من كوبنهاجن هروح لبراغ، فاكون ارتاح ان شاء الله وتلاقوا شكلي بقى اختلف من المقطع الجاي من الفيديو. وتعالوا معايا نركب اخر طياره وبعد كده ننزل ناخد باص كمان ساعه علشان نوصل للبيت. يا صباح الدلع، يعني احنا لسه في اكتوبر والجو بيعمل كده، من الناس اتجمدت. حد يجي ينقذني بسرعه. وصلت بالظبط على عيد الهالوين. يا جماعه ايه رايكم؟ عيد الهلع، والله في هلع تاني هناك اهو. ودي كانت اخر ليله ليا في تروندهايم، سلمت المفتاح وخدت شنطي ويلا نقول باي باي للسيتي الجميله دي. واهلا بيكم في المطار والطياره رقم 5. انا دلوقتي في مطار تروندهايم، ويلا بينا نحط التاجز على الشنطه. معايا شنطه ومعايا شنطه كمان. طبعا انتوا شايفين انا لسه مش صاحيه ومش شايفه قدامي اي حاجه. اخدت باص ساعه من البيت لغايه هنا، عشان كده الرحله دي بتبقى طويله جدا. انا لسه مش صاحيه ومش شايفه حاجه قدامي، مش عارفه انا اسمي ايه ولا انا فين اصلا، انا فين. ودي كده هتبقى الطياره رقم 5، وانا هروح الاول على الدنمارك، وبعد كده من الدنمارك هناخد طياره تانية ونروح براغ. فخليكم معايا، اليوم لسه طويل. ويلا نروح نرمي الشنط. طه الاول كده، وبعدين نعمل سكان للتاج. اوكي هو عمل سكان اللي فوق، قشطه. باي باي. الموضوع صعب. الشنطه وبعد كده نعمل سكان، ان شاء الله تعدي الحمد لله. لسه معايا شنطتين تانيين يعني اتقل من الشنطتين اللي حطيتهم، خدت دول نحطهم عليهم. بحب اجمع دول قوي، سيبهم في الشنطه. انتم مش متخيلين فرق التوقيت 3 ساعات ده بس عامل فيا ايه. انا مش شايفه قدامي، وبلس كمان بصراحه الجو برد بطريقه مش طبيعيه. درجه الحراره دلوقتي -2. انا رايحه فين؟ كوبنهاجن، مكتوبه كوبنهافن جيت 42. احلى حاجه بقى في الفلايتس الداخليه دي انت بتيجي سو تشيلد، قبل البوابه بنص ساعه بتدخل المطار. رحلات الانترناشونال تيجي قبلها ب3-4 ساعات وتحارب وتجري في المطار، بس اصلا مفيش حد غيري في المطار. انا خلاص صوتي راح ونفسي اتقطع. اشوفكم الرحله الجايه. احنا هنا رايحين خارج البلاد، ويتلاند، خارجين خارج حدود النرويج، رايحين على كوبنهاجن. ورجعنا للديوتي فري واغراءات الديوتي فري. دي عندي في البيت بس لسه ما فتحتهاش، لما اروح البيت هفتحها لكم. يا ربي احنا ما اتفقناش على كده، دي الطياره بعيده قوي. يعني بجد هنمشي كل ده؟ همشي كل ده للطياره؟ انتوا متخيلين الطياره بعيده قد ايه؟ بعيده جدا، بعيده جدا. الهواء بيخترق المخ، تلج بيخترق مخي حرفيا يا جماعه الطياره دي من اصغر الطيارات اللي انا ركبتها في حياتي، حتى السلم بتاعها تحسوه كانها برايفت جيت. طلعت نمت الساعه ونص، ما دريتش باي حاجه حواليا. نزلت من الطياره الدنيا نورت زي ما انتم شايفين، وبقينا الصبح ويلا بينا ناخد الباص على المطار.
واهلا بيكم من مطار كوبنهاجن، واهلا بيكم في الرحله رقم 6 والطياره رقم 6 من مطار كوبنهاجن لمطار براغ. انا يا دوب الفرق بين الطيارتين حوالي ساعه، فانا اخدت بريك، شحنت التليفون وواقفه مستنيه طيارتي. مش هكدب عليكم، انا الطاقه بتاعتي خلاص ما بقتش موجوده. انا اوريدي الفلايت نمت عليها حوالي 5-6 مرات، كل شويه كنت بتخض. فبصراحه مش عارفه لما اروح براغ هيكون في صحه انزل على طول ولا لا. الساعه دلوقتي لسه الساعه 8 الصبح، وانا هوصل براغ ليتس سي 10. فالتشيك ان في الاوتيل الساعه 3، فهم ممكن بس ياخدوا شنطتي يقولوا لي اتفضلي يا مدام، لفي لفه في البلد وبعد كده ارجعي لنا. فخلينا نشوف. ويلا بينا طلعنا على الطياره. رحله كانت سريعه ووصلنا على براغ. يعني احنا لسه ما قلناش يا هادي ولا دخلنا البلد، بيقول لك خلي بالك من النصابين. ماشي بدايه مبشره. البترول هنا عامل زي امريكا، هيلب يور سيلف، مفيش عندهم اي حد. نزلت اهي بتحط البنزين لنفسها، سواء اللي معايا نزل برضو حط لنفسه، بيروح يحاسب جوه في السوبر ماركت. بصراحة يا جماعة ما قدرتش أقاوم جمال براغ، شفت المبنى الراقص فنزلت على طول للسيتي. اخيرا جيت براغ، واخيرا جبت السينامون رول اللي بحلم بيه بقالي 4 سنين. اخيرا جيت براغ واخيرا جبت السينامون رول. ويا اهلا بيكم من اخر رحله واخر طياره من براغ لدبي. دنيا مطره زي ما انتم شايفين، فختامها مسك الحمد لله. ختمتها من بلد بتمطر. امبارح الدنيا كانت مشمسه جدا، فكنت مبسوطه جدا في يومي هنا. وبكده احنا خلصنا رحلاتنا، ويلا بينا بسرعه على البيت عشان اقابل صبروشي وانام في سريري. والفيديو ما ينفعش يخلص من غير ما نشتري شوكولاته من الديوتي فري. وزي ما قلت لكم اليوم ده كان مطره جدا. جماعه تخيلوا هنطلع على الاي 380 بالسلم. مطره جامد جدا. فبصراحة الطلوع كان صعب جدا بالنسبة لي، وكمان المطرة كانت قوية جدا. بس الحمد لله طلعنا الطيارة وصلنا على دبي وقابلت صبروشي. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم.